بتغادر مكان عزيز وغالي عليك عشت فيه قرابة 4 عقود من الزمن كموقع مسؤولية. بكل تأكيد رح تكون في هناك حالات من الغصة، عدم الارتياح للوهلة الأولى لفترة ليست قليلة يعني. اللواء موفق جمعة اسم كان ولا يزال له وقع لدى المجتمع السوري، فكيف كان وصوله لمحطة التقاعد؟ يجيبنا عن ذلك في حوارنا على الطريق. سيد موفق جمعة، أهلا وسهلا فيك بالمحطة. أنا سعيد جدا بلقائك ووجودي بالمحطة. هذه المحطة الهامة من حياة كل إنسان كان يحمل موقع مسؤولية، والآن خارج هذه المسؤولية ليقوم بمحطة أخرى بحياة مختلفة عما كان هو في موقع المسؤولية. سهلت علي السؤال الأول، يعني بعد عمر طويل بموقع مسؤولية وما كان مسؤولية عادية، كنت مسؤول عن المنظمة الرياضية الأكبر بسوريا، ومن تقريبا 4 سنين خرجت من هالموقع. كيف اختلفت الحياة عليك؟ بكل تأكيد يعني أنت اليوم عم تخرج، عم تغادر مكان عزيز وغالي عليك عشت فيه قرابة 4 عقود من الزمن كموقع مسؤولية. وبالتالي اليوم أنت عندما تخرج تغادر من بيت عشت فيه 40 سنة إلى بيت آخر، إلى فضاء آخر، بكل تأكيد رح تكون في هناك حالات من الغصة ومن عدم الارتياح للوهلة الأولى لفترة ليست بالقليلة يعني. بالتالي بكل تأكيد بقدر ما كنت متألم بقدر ما كنت سعيد أيضا بأني سأنطلق إلى حياة جديدة وأبدأ بحياة جديدة. قد ايه أخذ معك وقت لتطلع من هاي الحالة من الغصة؟ يعني مو أقل من سنة. سنة. مو أقل من سنة، رغم أني أنا ما زلت في الجو الرياضي، يعني أنا ما زلت موجود في الجو الرياضي، سواء كان على مستوى الرياضة السورية أو الرياضة الآسيوية موجود يعني، ولكن بعيد عن القرار، بعيد عن المنصب الرسمي. أنت اليوم هي عشقك اللي أنت بتقول عشت أنت وياها بهمومها بأفراحها وأتراحها وكل مآسيها وكل محاسنها. بكل تأكيد الرياضة هي بالنسبة لي حياتي، جزء من حياتي. في شيء صار بهال4 سنين، قرار أو شيء وقلت لو كنت ما زلت رئيس الاتحاد الرياضي ما كنت لأسمح بكذا مثلا؟ بكل تأكيد أنا بعيد عن سلطة القرار اليوم وغير مراقب للقرارات اللي اتخذت، ولكن قد يكون هناك بعض بكل تأكيد من يعمل لا تكون قراراته كلها يعني صحيحة 100%. أنا وقت كنت موجود خلال 10 سنوات في سلطة القرار لم تكن كافة القرارات صحيحة، ولم أكن راضي عن البعض من هذه القرارات. يعني على سبيل المثال نحن أعطينا الألعاب الجماعية واللي هن الألعاب الأكثر جماهيرية، كرة السلة وكرة القدم، كل اهتمامنا، ولم نعطي باقي الألعاب الفردية اللي نحن من خلالها نستطيع أن نعطي فيها إنجازات أو نحقق فيها إنجازات. طبعا الظرف كان يفرض نفسه وقتها، لأنك أنت مطلوب منك أن تتواجد، يبقى اسم سوريا وعلم سوريا بالعينين الخضرويين موجود خارج حدود سوريا، وبالتالي كانت هذه هي الرسالة الحقيقية من خلال لعبة كرة القدم وكرة السلة. طب بس كرة القدم وكرة السلة اليوم ما عم يحققوا كمان إنجازات جيدة؟ بكل تأكيد اليوم يعني وجود نحن بفترة وجود اليوم اللاعبين المحترفين باللعبتين عم يقدموا مستوى جيد وعم يرتقوا بالمستوى الفني، رغم انه عم يكون على حساب بعض اللاعبين الوطنيين، يعني بالتالي اللي هن ممكن يعطوا فرص للوصول الى مستوى افضل. اكيد كان تليفونك وقت كنت رئيس اتحاد رياضي كان تليفونك ما بيهدى، صح؟ بكل تأكيد. طيب بصراحة من وقت تركت المكان لغاية اليوم خف الاهتمام، التواصل، الناس كيف تغير عليك الجو العام؟ أصدقائك؟ بكل تأكيد. بس اليوم اللي بيتموا مستمرين بالتواصل كثر، واللي انقطعوا كثر.
يعني اليوم أنا ما زلت بعض الأشخاص الرياضيين بمواقع المسؤولية بيتواصلوا من أقصى شمال وشرق سوريا لأقصى جنوبها إلى الساحل وإلى البادية السورية، بس بكل تأكيد خف بنسبة 60%. تزعل؟ هلا بتزعل من إنسان أنت اشتغلت أنت وهو وقدمت له شيء من الجميل، إذا كان جاز التعبير بمجتمعنا نحن مجتمع شرقي يعني في جميل ومعروف وخير وشر، بالتالي بتزعل منه وقت اللي هو يعني مو يتنكر، يبتعد بغير سبب بدون سبب يعني. طب صارت معك انك انت تواصلت مع حدا او اتصلت لحدا وما رد عليك؟ لا ابدا على الاطلاق. حتى لهلا بتتعامل بنفس القيمه والطريقه القيمه والمكانه والاحترام، لانه انا كنت دائما لا اجير ما تم انجازه بالرياضه السوريه بالعشر سنوات الصعبه من 2010 ل 2020 لنفسي على الاطلاق. انا كنت دائما اقول ما تحقق بالرياضه السوريه وما تحقق من انجازات ومن حضور هو فريق عمل. انا استطعت اني اوظف هالامكانيات، استثمرها ولقيها، جمعها مع بعضها واخرجها للعلن لحتى تكون هي رساله وطنيه حقيقيه. صار عندك وقت اكثر للعائله، للبيت، للاصدقاء، للشيء اللي ما كنت عم تقدر تفضله هذاك الوقت؟ اكيد. مثل شو صارت أكيد. نشاطاتك اليوم انا الحقيقه اول شيء طبيعه الحياه المسؤوليه اللي انا تبوأتها من 1986 إلى 2020 كانت مليئة بالحيوية والحياة اليومية والمتابعة، لأني أنا كنت أعتبر بأنه هذه المسؤولية هي مقدسة، وهي مفروض نكون نحن حريصين على إنجاح هذه المؤسسة أيا كانت. فكان دوامي يبدأ من الساعة 7 أو 6:30 7 صباحا، ينتهي الساعة 11 ليلا. حتى بالظروف الصعبة اللي كانت تمر بالبلد كنا لم ننقطع عن هذا بأيام الأعياد والمناسبات والعطل. اليوم صار عندك متسع من الوقت، صار عندك وقت كنت تصحى مثلا الساعة 6 تقوم تمارس برنامجك الصباحي، كان رياضة شخصية أو تعمل رياضة لهلا صح؟ صباحيا موجود ساعة رياضية 3 أيام في الأسبوع. احكي لي شوي عن عائلتك. أول شيء أنا عندي أسرة مؤلفة من الحمد لله من 5 أولاد. خلي لك إياهم. 3 بنات وشابين، وزوجتي الحمد لله، وأسرتي الكبيرة اللي هي إخواتي والوالد والوالدة، الله يرحمهم طبعا ويرحم اموات الجميع. في حدا من اولاد حضرتك فات على مجال الرياضه او بيحبوه؟ لا، في ايش الرقم 2 من ابنائي الشباب، لانه هم اجوا بعد البنات الشباب. كان هو مسؤول اداري بفريق كره السله لفريق الجيش، لانه رفقاته بالجامعه اللي كانوا سوا كانوا هن يشكلوا الركيزه الاساسيه لمنتخب كره السله للشباب بنادي الجيش، وهو كان يتابع امورهم بحكم وجودي كمدير للاداره ومسؤول عن الرياضه العسكريه، فكان هو يقدم لهم حاله من الدعم المعنوي. يعني واسطه ولا دعم؟ لا دعم حقيقي وليس واسطه. قلت لي الولد رقم 2. نعم. فورا يعني في شخصيه عسكريه موجوده حتى لما بتحكي عن الاولاد. اكيد. هلا انت اليوم استاذ باسل، انا 41 سنه في الحياه العسكريه، يعني انت قمه شبابك وقمه عطائك في الحياه العسكريه، وانا كان لي الشرف عام 1973 اني كنت مشارك في حرب تشرين التحريريه، واصبت، وكنت احد جرحى حرب تشرين في ثالث يوم من الحرب. بثالث يوم. في ثالث يوم من الحرب كنت باحدى التشكيلات الجويه والدفاع الجوي، فاثناء تاديه الواجب مثل الكثير من اصبح جريح او شهيد. وبالتالي 41 سنه لا يمكن ان تنسى. واقول لك حقيقه، انا اشتاق، انا ما زلت واضع بالبدله العسكريه مع الاوسمه وكل اللباس الرسمي العسكري، ونحتفظ فيها وموجوده في خزانتي، وانا يعني
أشتاق لأني أرتديها مرة أخرى. دمعت لما حكيت عن هي الفترة، ما دمعت لما حكيت عن الرياضة؟ هل قد مأثرة فيك هي الفترة؟ أكيد لأنه في رفاق بالحياة العسكرية فقدتهم خلال سنوات الحرب، سواء كانت 73 أو حرب لبنان، أعزاء، وكان ممكن أنا أكون مثلهم شهيد أو جريح مرة أخرى. بس الرياضة أكيد هي قلت لك عشقي وحياتي، وأنا كنت مارستها كلاعب منتخب وطني منذ عام 1974 بعد حرب تشرين، بعد أن تعافيت من إصابة، إلى عام 82. من بعدها مارست العمل الإداري. لا يمكن أنك أنت تنفصل عن واقع بكل، رغم صعوبة الحياة العسكرية خلال سنوات ما بين 73 و 82. كانت حياة قاسية، كانت ظروف الحياة تفرض عليك أنك تبقى أيام في القطاع العسكرية، لا تشاهد أفراد أسرتك أو أفراد عائلتك. وبالتالي هذا كان رغم هذه الصعوبة كان فيها متعة. سيد موفق، بعد هالمشوار هيك وقت بتقول الناس بتتذكر اللواء موفق جمعة، الانطباع الأول عند الناس شو بتتوقع يكون لما بيذكروا اسم موفق جمعة؟ والله أنا يعني أصدقك القول، أنا أمارس اليوم حياة مختلفة، مجال عمل آخر، يعني أملئ حياتي في هذا العمل من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 5. غير الرياضة؟ غير الرياضة. شو هو؟ هو عمل في مجال شركة وساطة التأمين مع 2 من أصدقائنا. الحقيقة من الأصدقاء الذين فينا نسميه مشروع التقاعد هذا كان؟ يعني لا لم يكن. الحقيقة أنا خلصت بال2020. هناك أصدقاء أنت بحياتك خدمتهم، قدمت لهم خدمات مثل أي إنسان بموقع مسؤولية يعني. فأحد الأشخاص، أحد الأصدقاء، فأتردد كنت إلى مكتبه بدمشق، وهو يعمل في مجال التأمين وهو متخصص في هذا المجال. فأملى علي أن أكون شريك معه. قلت له أنا ليس لي يعني علاقة بهذا الجانب. قال لي بالعكس، أنت لديك علاقات ومعارف وصداقات وخدمات نحن نستفيد، والتأمين هو في هذا المجال ممكن يقدم. وبالتالي الحقيقة انخرطت في هذا المجال ب 2021 في شهر 9 2021، وما زلت حتى الآن أعمل في هذا المجال، وأنا سعيد جدا. واليوم بدأت بثقافة أخرى مختلفة، اللي هي ثقافة اليوم المجتمع، احتياجات المجتمع، احتياجات الإنسان. يعني اقتربت من الناس أكثر؟ اقتربت من الناس. سألتني إنه هل عندما يذكروا. فأنا أحيانا أمشي في الطريق، أضع مثلا سيارتي في مكان وأمشي في الطريق. والله أصدقائك القول الكثير، يا سيادة لماذا الرياضة؟ أين تركت الرياضة؟ أنت كنت في ظروف صعبة. قال لهم نحن اليوم هذه مسؤولية، وهذه مهمة لها بداية ولها نهاية. انتهت مهمتي، واليوم الرياضة هي كمان بأيدي أميني، وناس يقوموا بعملهم على أكمل وجه. فأنا سعيد جدا والله. أشخاص كثر لا أعرفهم. أحد المرات مثلا من شهرين ماشي في الجسر الأبيض، أحد الأشخاص بينادي باسمي ورتبتي وموقعي، بلتفت عليه بقول له عفوا أهلا وسهلا، مين حضرتك؟ قال لي أنا من نادي الخابور في محافظة الحسكي، وأنت قدمت لنا وأنت ساعدتنا وأنت يعني لسه في ناس هيك بتحس في وفاء عند البعض. في شعبنا وفي الحقيقة، الشعب وفي. بتفكر ترجع على شي منصب يوما ما أم خلص؟ أنا أول شيء أنا لا أفكر الحقيقة، ولكن لن أتهرب من أي مسؤولية أو موقع أكلف فيه. وأنا ما زلت لدي الإمكانية للعطاء. يعني إذا طلبت حتلبي؟ أنا جاهز بكل مفصل، من حتى لو طلبت أنا أعود إلى خدمة الجيش العربي السوري. تتوقع تطلب لمنصب رياضي؟ كل شيء ممكن، أو سياسي أو كل شيء ممكن. أنت في هذا الوطن، وأنا مسيرتي الحمد لله يعني وعلاقاتي مع كل أصدقائي وزملائي وبعض المسؤولين جيدة. قد موعود بشيء أم عم تحكي هيك لا بس؟ لا لم أوعد. بفترة من الفترات كان في هناك توجه، ولكن بخصوص شو كان؟ بإحدى المواقع المسؤولية إدارية.
مسؤولية إدارية. نعم. بعيد عن الاتحاد الرياضي؟ بعيد عن الاتحاد. وزير مثلا؟ لا أقل من هيك. أقل من وزير؟ أقل من هيك. بكل الأحوال سيد موفق، أنا أول شيء سعيد أنك ضيفنا اليوم بالمحطة، وسعيدين أنه شفنا هذا الجانب مع حضرتك. شرفتني يا موفق جمعة، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك، شكرا لفريق العمل. شرف. شكرا.